قديستنا النهاردة اسمها جوليا. هي شهيدة من ضمن 8140 شهيد نالوا إكليل الشهادة في مدينة أخميم يوم ليلة عيد الميلاد المجيد سنة 284. أثناء القداس في كنيسة السوتير كان على إيد أريانوس والي أنصنة هي الشهيدة جوليا. ومعنى اسم جوليا ذات الشعر الكثيف أو بهيجة أو مليحة أو الجوهرة. جيب راسها نيافة الأنبا مارتيروس من دير الشهداء بأخميم للقاهرة، وهو ما كانش يعرف مين دي ولا كان يعرف الراس دي لشهيد ولا لشهيدة. ولما رفع الخيش اللي كانت ملفوفة فيه اكتشف شعر تقيل وطويل جدا، فتأكد ان هي شهيدة. وكان في مفاجأة تانية، ان وشها زي ما هو متحللش، لونه بني غامق بسبب الدم الغزير المتجلط على وشها، وحتى رموش عينيها وحواجبها موجودة زي ما هي وعيونها مغمضة. وهما بينضفوا الراس واستعدادهم لتقديم بركتها للشعب الكنيسة، كانت أول معجزة إن بمجرد نزول المية على راسها اتحولت لدم ممزوج بطين كان بين شعرها. وكمان اكتشفوا كسر مضاعف خلف الجمجمة بسبب ضربة قوية قبل قطع راسها. بعد عرض الجمجمة على فريق طبي اتعجبوا جدا لأن شعر راسها كان ماسك في الجلد جدا رغم مرور 1600 سنة على المذبحة، وده مستحيل عند أي إنسان ميت لأن خلايا الجسم بتموت معاه، لكن شعر الشهيدة مازال ينمو. فالمجد ليك يا رب. أما الفحص الطبي أكد إن سن الشهيدة تقريبا بيزيد عن 45 سنة. يمكن كانت متجوزة وغالبا كانت من عيلة كبيرة في أخميم، لأن الحكم بقطع الراس كان لازم بعد وصول ومحاكمات الشخص ده قدام القضاء، مش من ضمن شهداء القتل العشوائي. تم وضع رأس الشهيدة بإكرام في صندوق زجاجي مكشوف، وكمان تم رسم أيقونات بمواصفات ظهورها لأشخاص مختلفة وحطوها في كنيسة الشهيد ماري جرجس بأرض الجنينة في الزاوية الحمراء. ازاي بقى أعلنت القديسة عن نفسها وعن اسمها؟ ده كان عن طريق ظهورها لأكتر من شخص. مثلا كان في ست اسمها أم مينا حضرت القداس في الكنيسة، وكان عندها مشكلة مع ابنها لأنه ما كانش بيذاكر كويس في الثانوية العامة. فوقفت أم مينا قصاد الشهيدة وقالت لها: يا قديسة يلي مش عارفين ليكي اسم، اذكري ابني مينا واذكريني. وفي نفس اليوم بالليل وهي نايمة سمعت صوت وحد بيهز كتفها وبيقول: اصحي، أنا جوليا اللي جابني الأنبا مارتيروس عندكم. صحيت أم مينا وكانت الأوضة كلها نور، ولقت الشهيدة جوليا واقفة قصادها وملابسها كانت لونها سيموني وحزام حوالين وسطها وصليب ذهب متعلق على صدرها، وشعرها جميل جدا ونازل على كتفها. وفي رؤية تاني لست بنفس المنطقة كانت بتصلي بدموع قصاد راس الشهيدة بسبب مشكلة كانت بتمر بيها. وفي نفس الليلة شافت رؤية للشهيدة جوليا، كانت لابسة لبس فلاحة ومتعلق على صدرها صليب ذهب كبير، وقالت لها: أنا جوليا اللي موجودة بكنيسة ماري جرجس. كانت معجبة جدا صاحبة الرؤية بالصليب اللي لابساه الشهيدة، الصليب الذهب اللي موجود على صدرها، فراحت طلبت من الشهيدة انها تاخده. لكن الشهيدة جاوبتها وقالت لها: انت ما تقدريش على الصليب ده، لكن انت صليبك صغير وموجود في البوك بتاعك. ولما صحيت لقت صليب صغير كانت فعلا محتفظة بيه في البوك بتاعها. والمقصود هنا برفضها انها تديها الصليب بتاعها ان صليبها صليب استشهاد تقيل مش اي حد يحتمله. وكمان تم رسم ايقونات بمواصفات ظهورها لاشخاص مختلفة، والايقونات دي موجودة في الكنيسة اللي موجود بيها رأس الشهيدة اللي هي كنيسة ماري جرجس أرض الجنينة في الزاوية الحمراء. واخيرا بسبب كتر معجزاتها وحنيتها كل سنة في عيد الأم الشباب والشابات بيروحوا عندها ويقدموا لها ورد وهدايا، ومعروفة كمان بقوة شفاعتها للعواقر والمرضى ومشاكل الخطوبة والارتباط، وكل الطلبة بيروحوا لها أيام الامتحانات. الشهيدة جوليا أم حنينة جدا على أولادها وسريعة الشفاعة لأجلهم، ومحبتها ليهم حب غير متناهي. بركة صلواتها وطلباتها تكون مع جميعنا آمين. لو أول مرة تسمع سيرتها اعمل شير للناس وخليهم يعرفوا مين القديسة جوليا، وتابع صفحتي.